علاش خاصنا نكونوا اخلاقيين؟ هاد السؤال طرحناه في اخر الحلقه اللي فاتت. الا ما شفتيهاش الاحسن تمشي تشوفها وترجع تكمل هاد الحلقه. علاش خاصنا نكونوا اخلاقيين؟ في الحقيقه ما كاينش جواب واحد، كل فيلسوف عطانا سبب مختلف. اذا خلينا نرجعوا نشوفوا اهم الاجوبه ونحلوهم مع بعضياتنا. فيدريك نيتش كيقول ما خاصكش تكون اخلاقي حيت بزاف من الاخلاق مخترعه من طرف الضعفاء. بالنسبه ليه كاينين جوج طرق للعيش. كاين ناس مبدعين طموحين كيعيشوا بالقوه ديالهم وكيخلقوا القيم ديالهم من الاراده ومن الابداع، وكاين ناس اخرين ما قدروش ينتصروا بالقوه فانتصروا بالاخلاق، بدلوا المعاني، ردوا من القوه شر والطموح انانيه والخضوع والتضحيه فضيله. نيتش سمى هادشي اخلاق العبيد سليف موراليتي. من هذا المنظور كيشوف ان بزاف من الاخلاق ما كتحررش الانسان ولكن كتربطو وكتخليه يعيش بالاحساس بالذنب والخضوع. اذا بدل ما نسولو واش هذا الفعل اخلاقي ولا لا، خاصنا نسولو واش هذه القيمه الاخلاقيه كتقويني ولا كتضعفني. ولكن باش نفهمو نيتش مزيان خصنا نحطوه في السياق ديالو. في اوروبا في القرن 19 الاخلاق المسيحيه هي اللي كانت سائده، ورجال الدين هما اللي كيحددوا شنو هو الخير والشر. في هذا السياق نيتش قال الاخلاق ماشي بريئه، تقدر تكون وسيله للسيطره. اليوم حتى الى تبدل السياق نقدروا ناخذوا منه فكره مهمه. ما خاصكش تقبل اخلاق كتقتلك من الداخل وكتخليك تحس بالذنب بلا ما تسول منين جات وشكون كتخدم. ولكن باش نكونوا واقعيين الفيزيون ديال نيتش ما نقدروش ناخذوها كمرجع وحيد، حيت الى طبقات بوحدها وبلا حدود تقدر تخلي الانسان يبرر الانانيه ديالو ويهمش الاخر، وبهذا الشكل يتدمر المجتمع. توماس هوبس كيقول بلا اخلاق غادي نرجعوا حيوانات. كيشوف ان الانسان بطبيعته كيجري غير على المصلحه ديالو، والا ما كان لا دوله ولا قانون ولا قواعد غادي تكون حروب دائمه وعنف وفوضى. الجمله المشهوره ديالو هي حياه الانسان غادي تكون قصيره عنيفه وقاسيه. اذا علاش خاصنا نكونوا اخلاقيين بالنسبه هوبس كيقول لك ماشي حيت حنا ظريفين ولكن حيت خايفين. الاخلاق عنده هي اتفاق ما بين الناس باش كل واحد يضمن السلامه ديالو. ما نسرقكش باش ما تسرقنيش، ما نضركش باش ما تضرنيش. هذا رؤيه واقعيه في بعض الاحيان، حيت فعلا الانسان يقدر يتصرف بانانيه، ولكن كترد الاخلاق بحال معامله تجاريه وكتجردها من المعنى الانساني العميق. حيت بزاف المرات الانسان ما كيديرش الخير غير خوفا ولا غير مصلحه، ولكن حيت كيحس برضا داخلي. دافيد هيوم جاب فكره مختلفه. كيقول الاخلاق كنحسوا بها قبل ما نفكروا فيها، يعني العقل ما كيخلقش الاخلاق. نقدر نفكر 1000 مره ولكن ما نقدرش نقول هذا الفعل خايب الا ما حسيتش انه خايب. مثلا كنشوفوا الظلم وكنتقزوا، كنشوفوا المعاناه وكنتعاطفوا، ومن بعد كنحكموا واش هذا الفعل خايب ولا مزيان. الفكره اللي كوصل لنا اليوم هي ان البشر كاملين عندهم قدره مشتركه على الاحساس الاخلاقي، وخا ما كنحسوش بنفس الطريقه ولا بنفس القوه. المشكل هنا صعيب نبنيو اساس ثابت، حيت قوه الاحساس كتختلف بزاف من شخص لاخر وكتاثر بزاف العوامل. من بين هاد العوامل مثلا التربيه. واحد تربى في وسط فيه التسامح، وواحد اخر في وسط فيه القسوه. احساس ممكن يكون عندهم بجوج ولكن طريقه التعبير عليه كتختلف بزاف. الثقافه، كاين مجتمعات فرديه كتركز على حقوق الفرد، وكاين مجتمعات كتعطي قيمه اكبر للجماعه، وهذا كيخلي الحكم على الافعال يختلف. التجربه الشخصيه، اللي عاش الالم كيكون متاثر به اكثر، واللي ما عاشوش التعاطف ديالو كيكون اقل. القرب والمسافه، كنتعاطفوا اكثر مع الناس اللي قرابين لينا واللي كيشبهوا لينا اكثر من اللي بعاد علينا. اذا عند هيوم الاخلاق احساس انساني مشترك في الاصل، ولكن سهل يتبدل ويتاثر بعوامل خارجيه بحال مثلا الاعلام، الخوف ولا حتى الانانيه. وهنا كيبانوا الحدود ديال هذه الرؤيه. الا كان الحكم الاخلاقي مبني غير على الاحساس، والاحساس متغير وسهل يتوجه، كيولي صعيب نكونوا موضوعيين ونبنيو اخلاق مستقره ودائمه. ارسطو كيقول كنكونوا اخلاقيين حيت بغينا نعيشوا سعداء. كيبدا بسؤال شنو هو الهدف ديال الانسان في الحياه؟ جواب عنده هو الازدهار والسعاده. الاخلاق عنده ماشي قمع على الرغبات وماشي تضحيه عمياء، ولكن تدريب وبناء شخصيه وتوازن. بالنسبه لي الفضائل بحال الصدق والشجاعه والعدل هي طرق باش نعيشوا علاقات صحيه ونكونوا منسجمين وسعداء. ولكن هذا الرؤيه كتطلب وقت وتربيه وصبر، وفي بعض المواقف الصعبه ما كتعطيناش حل سريع. من بعد ما شفنا هاد الاراء كاملين بان لينا ان السؤال علاش خاصنا نكونوا اخلاقيين ما عندوش جواب واحد بسيط. واحد قال الخوف، واحد قال الاحساس، واحد قال السعاده،
وواحد حتى شكك في الاخلاق كامله. ولكن في الحياه اليوميه ما كنكونوش قدام نظريات، ولكن كنكونوا قدام قرارات. شي مرات القرار ما كيكونش سهل، كتخرج لك الغريزه، الانانيه، حب البقاء، وكنبقاو نقولوا واش نكون اخلاقي ولا نتبع اللي ينفعني دابا. باش نوضحوا اكثر نعطيو مثال. مشيتي للبنكه عمرها فلوس وانت انفيزيبل، يعني ما كيشوفك حتى واحد، اذا ما غيكون لا عقاب لا نظره الناس ولا والو. شنو غادي دير؟ وقف هنا وفكر مزيان مع راسك. كما قلنا في هذه اللحظه ما بقى لا قانون ولا نظره الناس لا والو، بقيتي غير انت وراسك. والجواب اللي غادي تعطيه لراسك دابا هو نفسه الجواب على السؤال علاش خاصنا نكونوا اخلاقيين. الا قلتي ما نسرقش حيت ما نقدرش نعيش مع راسي الا درت هذا الشيء، فهنا الاخلاق عندك هي الكرامه واحترام الذات وشكون بغيتي تكون. الا قلتي نسرق حيت ما كاين حتى واحد غادي يشوفني، فهنا الاخلاق كانت غير خوف من العقاب، وملي طاح العقاب طاحت الاخلاق. وبالنسبه لي وسط التعقيد ديال الحياه ما كنلقاش قاعده مثاليه، ولكن كنرجع لسؤال واحد كيعاونني: كيفاش كنت بغيتي تتعاملوا معايا الناس الا كنت في بلاصه هذا الانسان؟ وبهذا كنكونوا اخلاقيين حيت ما بغيناش نضروا الاخرين بنفس الطريقه اللي ما بغيناش نضروا بها حنايا. والا كل واحد غير اللي نفعو غادي نخلقوا عالم حتى حنا ما غاديش نرضاو نعيشوا فيه. وباش نكونوا فاهمين، هذا السؤال ما كيضمنش الكمال، ولكن كيعطيني اساس نبني عليه قراراتي. هذا هو الجواب اللي وصلت ليه انا. وانت شنو الجواب ديالك على السؤال علاش خاصنا نكونوا اخلاقيين؟ خلي الجواب في التعليقات، عندي فضول نقرا.